السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاول عايزة اعتذر لكم على صوتي لاني كنت تعبانة شوية وصوتي لسه مرجعش زي الاول، بس برضو مرضتش اطول عليكم وقلت انزل بقى الفيديو وهتسامحوني. هنعمل النهاردة مع بعض بلح الشام قمر كده زي ما انتم شايفين، طعمه تحفة جدا بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وهتعملي احلى بلح الشام انضف بكتير واحلى واوفر من اللي بتشتريه من بره. تعالوا نجربه مع بعض وباذن الله هيعجبكم جدا. مقرمش لتاني يوم، يعني لو بقى معاكي حبه لتاني يوم هيفضلوا مقرمشين كانهم طازه بالظبط. بس الاول اعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد وقناتي تكبر بيكم، واشتركوا وفعلوا زر الجرس لو لسه مش مشتركين. وهنسمي الله ويلا نشوف وصفتنا هنعمل فيها ايه. الناس اللي مش عارفة، عجينة بلح الشام بتتعمل على السخن. هي عجينة شبه عجينة الإكلير شوية في الطعم وفي العمايل كمان، يعني العجينة نفسها بتتعمل على السخن وتقريبا نفس المكونات. بس الفرق ان بلح الشام بنقليه في الزيت، الإكلير بيدخل الفرن. بس الاتنين قريبين من بعض في الطريقة وفي الطعم كمان. جربوا الطريقة دي بإذن الله هتعجبكم جدا. هنجيب كده أي حاجة بتتحط على النار بقى، حلة طاسة أي حاجة براحتك. هنحط فيها كوبايتين من المية. الكوبايات اللي هتعايري بيها المية هي اللي هنعاير بيها الدقيق، خدي بالك. حطينا كوبايتين كبار من الميه كده، هنحط لهم 3 معالق من الزيت. بس طبعا مش عايزه اقول لك الزيت لازم يبقى نوعه حلو جدا، عشان نوع الزيت هيتحكم في طعم العجينه كلها. حطينا 3 معالق كبار من الزيت. بعد كده هنحط معلقتين كبار من السكر وندوبهم كويس جدا ونسيب الميه بتاعتنا لحد ما تغلي. الفكره في ان احنا نسيب الميه لحد ما تغلي، احنا عايزين عجينه مستويه مش عايزين عجينه نيه. لان احنا لما نيجي نسوي بلح الشام في الزيت ممكن ياخد لون بسرعه جدا من بره وتبقى العجينه من جوه نيه. دي الفكره في ان احنا عايزين العجينه بتاعتنا تستوي دلوقتي في المرحله دي، عشان لو خدت لون بسرعه من بره وجيتي تاكلي من جوه كده تلاقي العجينه برضو مستويه وطعمها حلو. يا رب تكون الفكرة واصلة لكم. فلازم العجينة بتاعتك تبقى مستوية قبل ما نبتدي نحمرها على النار. فعشان تستوي لازم المية تبقى مغلية. هنسيب بقى المية تغلي براحتها خالص وندخل الدقيق. هحط هنا كوبايتين من الدقيق، لازم نبقى نخلينه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي شوائب او اي حاجة تبوظ الوصفة. بعد ما المية غليت بقى كده وانا كنت نخلت الدقيق، هنزل بكوبايتين من الدقيق المنخول. بس قبل ما احط الدقيق لازم اوطي النار على الاخر. النار ما تبقاش عالية خالص ولا حتى متوسطة، عشان الدقيق بتاعك ما يتحرقش، لان الدقيق طبعا زي ما انتوا عارفين بيتحرق بسهولة جدا. هنوطي النار اوطى حاجة ونحط بقى كوبايتين من الدقيق. حوالي نص كوباية نشا ناقصة معلقة، يعني املي نص الكوباية نشا وشيلي منهم معلقة ورشة ملح بس كده. ونبتدي بقى نقلب في العجينة بتاعتنا لحد ما الدقيق والنشا يختفوا تماما. ما تخليش فيها اي تكتلات من الدقيق او النشا، عشان واحنا بناكل كده ما تطلعش ببقنا وتضايقنا او نحس بطعم الدقيق. عايزين العجينة تستوي على نار واطية خالص لحد ما العجينة تتحول للون اصفر كده وتبقى عجينة متماسكة. والدقيق والنشا يختفوا منها تماما كده، تبقى العجينة بتاعتك استوت ونجحت وبإذن الله هتطلع زي الفل معاكي. هنفضل نقلب كده على النار، مش هنطفي النار خالص لحد ما الدقيق والنشا يختفوا تماما. الخطوة دي بتاخد وقت شوية، يعني طولي بالك دقيقتين او 3 تقليب كده عشان تتأكدي ان العجينة بتاعتك ان شاء الله تبقى ناجحة وطعمها حلو معاكي. اوعي تعلي النار احسن تتحرق منك بسرعة. بعد ما نقلب هنسيبها تبرد تماما، نسيبها على جنب كده ربع ساعة او تلت ساعة او حتى نص ساعة لحد ما تبرد تماما عشان نكمل شغل فيها. ما ينفعش خالص نكمل شغل وهي سخنة كده او حتى دافية، لازم تبقى العجينة بردت تماما عشان نحط اخر مكون معانا ونكمل عجن، وان شاء الله هتبقى معاكي عجينة تحفة جدا. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا لسه ما عملتوش لايك اعملوا لي لايك واشتركوا وفعلوا زر الجرس لو لسه مش مشتركين، واعملوا شير كتير بقى لاخواتكم. اي حد بقى انت عارفه ان هو بيحب بلح الشام اعملي له شير عشان توصلوا الوصفه، ويشترك معانا في القناه وقناتي تكبر اكتر بيكم. دلوقتي بقى بعد ما العجينه بردت تماما هننزل بالبيض. البيض على حسب كميه الدقيق، كل كوبايه دقيق بتاخد بيضه. هتعملي 5 كوبايات دقيق هياخدوا 5 بيضات، كوبايتين دقيق هياخدوا بيضتين. ثبتي المقادير عشان ما تتلخبطيش. هنحط هنا البيض بالتدريج، ما بننزلش بالبيض كله مره واحده عشان ما يسيلش معانا العجينه ومهما نعجن فيها مش هتلم. لازم تنزلي ببيضه وتعجني كويس جدا بالمضرب او بايدك، مفيش مشكله خالص لحد ما البيضه تختفي، وتنزلي بالبيضه اللي بعدها. مع البيض بقى هنحط فانيليا. المكون الاساسي في الوصفه بتاعتنا هو الفانيليا، وتحطي فانيليا كتير شويه عشان تديكي طعم وريحه للبلح الشام زي اللي بره بالظبط. والاحسن كمان في وصفتنا دي نستخدم الفانيليا السايلة أحسن بكتير
طعم وريح أقوى 100,000 مرة من الفانيليا البودر. هنستخدم الفانيليا السايلة تديكي نفس الطعم اللي بره بالظبط. بعد كده حطيت البيضة التانية بعد ما الأولانية اختفت تماما. هكمل ضرب بقى كده بالمضرب أو بإيدك، مفيش مشكلة، لحد ما العجينة تلم معاكي تبقى متماسكة بس ملزقة. بنفس الشكل ده كده لمت وبقت عجينة متماسكة بس هي طبيعتها عجينة بتلزق. هشيل بقى المضرب والم العجينة كده واجيب كيس الحلواني واوريكم البلبلة اللي انا استخدمتها بتاعة بلح الشام. ده شكل البلبلة اللي انا استخدمتها اللي هي الوردة الكبيرة. الكيس بيبقى معاه كذا كذا بلبلة، في وردة كبيرة وفي وردة صغيرة. الكبيرة هي بتاعة الإكلير وبلح الشام، بتدي شكل حلو جدا زي الجاهز بالظبط. هنحط بقى كده العجين في الكيس، بس العجينة عشان ملزقة بتبقى برضو صعبة ان انتي تحطيها جوه الكيس بسهولة. لازم تستخدمي كيس سيليكون يا اما كيس قماش، ما ينفعش كيس بلاستيك اللي هو استخدام مرة واحدة، لان مع اول ضغط على الكيس هيتقطع منك، لان العجينة دي زي ما انتم شايفين صلبة وفي نفس الوقت ملزقة. فلازم تضغطي عليها ضغطة قوية جدا عشان تنزل من الكيس. فمش هينفع خالص الكيس البلاستيك، لازم سيليكون او قماش اللي هو بيبقى لونه ابيض الكبير ده، بيبقى تحفة جدا، بيبقى متين وحلو وما بيتقطعش. دلوقتي بقى هنتكلم عن التسوية. لازم تاخدي بالك من الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي كويس جدا، عشان لو سويتيه غلط هتندمي وهترمي كل المكونات اللي انت حطيتيها وهتقولي ان انا بضحك عليكي. لازم تسويه صح عشان يطلع معاكي حلو ويديكي نتيجة حلوة. دلوقتي زي ما انتم شايفين، انا اسفة بس على صوتي عشان يعني صوتي مش عارفة اعدله، يعني مش عارفة اعليه اكتر من كده. دلوقتي الزيت زي ما انتم شايفين الزيت غزير، ما ينفعش زيت قليل، والزيت ما يكونش سخن. ما نسخنش الزيت النار شغالة بس على اوطى درجة. الزيت بتاعي يا دوب دافي، يعني اقدر احط ايدي فيه مفيش مشكلة خالص. الزيت لازم يبقى دافي، النار واطية جدا. لحد ما تقطعي بلح الشام وتملي الطاسة هنعلي النار سنة صغيرة، اقل من متوسطة، لان النار لو عالية اول ما تنزلي بلح الشام مش هينفش زي ما انت هتشوفي دلوقتي، هينفش معانا ويتخن كده ويبقى شكله جميل. لو الزيت سخن عمره ما هينفش معاكي. لو الزيت سخن هياخد لون بسرعة جدا من بره، ومن جوه هتاكلي عجين، هيديكي طعم مش حلو. فلازم الزيت بتاعك يبقى دافي. اول ما تخلصي تملي الطاسة كلها ببلح الشام هتعلي سنة صغيرة، برضو مش هتوصلي للمتوسطة، سنة صغيرة خالص. ومش هنقلب بلح الشام ولا هنيجي جنبه غير لما ينفش ويبتدي يبقى ايه، مش عجين، يعني يبتدي يمسك نفسه كده يتشمع زي ما بيقولوا. بعد كده نبتدي نقلب فيه. قبل ما يتشمع وقبل ما ينفش ما ينفعش تمد ايدك عليه، عشان هتخرجي منه الهواء اللي هتقلبيها مش هتنفش معاكي. فاصبري ما تستعجليش عليه في التقليب، وكل شوية تهزي الطاسة كده هو بيلف مع نفسه، يعني ما بيحتاجش انت تقلبي. انت تهزي الطاسه دلوقتي بقى بعد ما ابتدى لونه يصفر كده ونفش زي ما انتم شايفين. الريحه مش قادره اوصف لكم، ريحته حلوه جدا. يعني عايزه اقول لكم الريح جايبه لحد اول الشارع، الناس اللي في الشارع شامين الريحه وعارفين ان حد بيعمل حلويات. ريحته حلوه جدا جدا جدا، ان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم. هتفضلي بقى تقلبي فيه كده تقليب مستمر عشان ياخد لون حلو من كل الاتجاهات، ما يغمقش من حته ويبقى فاتح من حته تانية. الوقت ده طبعا احنا محضرين الشربات قبل ما نبتدي في الوصفة بتاعة بلح الشام، ومدخلينه في التلاجة عشان هنخرج بلح الشام من الزيت على الشربات على طول. ما ينفعش يبرد خالص، لازم وهو سخن تنزليه في الشربات الساقع. الشربات بتاع بلح الشام بيبقى اتقل من شربات الكنافة. بيبقى مثلا 3 كوبايات سكر عليهم كوبايتين بس من المية، وعصرة نص ليمونة تسيبيهم يغلوا حوالي 7 دقايق. بعد كده هتحط لهم رشة فانيليا وتطفي النار. اول ما يهدى شويه كده من السخونيه دخليه التلاجة يسقع على طول. هنخرج بلح الشاي من الزيت على الشربات. بصوا بقى اللون اللي وصلنا له لون حلو جدا. ما تستعجليش وتطلعيه وهو فاتح عشان ما يعجنش منك ويفضل مقرمش. كل ما ياخد لون اغمق سنه من اللي انت بتحبيه هيفضل معاكي مقرمش لتاني يوم وحلو جدا. لو استعجلتي وطلعتيه فاتح اول ما تنزليه في الشربات هيبقى طري ومش هيبقى مقرمش خالص. هطلع بقى كل الكمية كده في الشربات في بقى على الزيت واسيبه يبرد تماما عشان اعمل بقية الكمية. اوعي تنسي او تتلخبطي وتنزلي الكمية اللي بعدها في الزيت وهو سخن مغلي. لازم تسيبي الزيت يبرد تماما
عشان تعملي الحبة اللي بعدهم اوعي تنسي او تتلخبطي، باكد عليكي لازم الزيت يكون بارد تماما، عشان بلح الشام لو نزلتيه في الزيت وهو سخن مغلي كده هيتحرق منك ومش هيستوي كويس. مش هنطول عليه في الشربات، دقيقتين بس كده نقلبه دقيقتين ونطلعه على طول. كل ما تطولي عليه في الشربات هيبقى طري والقرمشة بتاعته هتروح. اما تحسي ان هو شرب كده من الشربات كويس وخلاص تمام، هتطلعيه على طول بقى في مصفى او في طبق. لو انت هتاكليه على طول هتطلعيه في طبق عادي. لو هتسيبيه شوية مثلا بتعملي قبل الفطار وهتاكليه بعد الفطار، يستحسن طلعيه على مصفى عشان ما يفضلش فيه شربات كده من تحت ويبقى طري برضو. عشان تحافظي على القرمشة لازم تصفيه من كل الشربات. زي ما انتم شايفين كده اللون تحفة جدا، الحجم ده حلو جدا. قرمشة فظيعة من بره ومن جوه العجينة مستوية وطعمها تحفة. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. وحطيته بقى في طبق كده مع رشة مكسرات. عايزة بقى ترصيه رصة حلوة، عايزة تحطي عليه اي شوكولاتات اي نوتيلا اي يعني التزيين بقى اللي انت حباه. بس هي دي طريقة بلح الشام، هو اصلا مش محتاج تزيين، هو طعمه تحفة جدا وشكله جميل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. اتمنى بقى ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس اهم حاجة عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد وأسيبكم في حفظ الله ومع ألف سلامة.